وصفتنا لليوم مندي الدجاج بألذ وأسهل طريقة ومع أهم أسرار الوصفة وبدون إضافة أي بهارات، وراح أعمل حداد دقوس البارد. تابعوني بالفيديو للأخير لتعرفوا كل أسرار نجاح المندي. أول شي بطنجرة على النار بحط الدجاج أنا بكون منضفته منيح، وبضيف عليه مي تكون بحرارة المطبخ ما تكون سخنة، وبتركه على النار ليغلي وتطلع الزفرة. بعدين بشيلها وبضيف المطيبات اللي هي الباقة العطرية، حبة لومي، ورقتين غار، عود قرفة، كم حبة هيل، كم كبش قرنفل، وفلفل حب، ومع حبة بصل، وبتركهم ليستوي الدجاج تماما. بس استوى الدجاج بنشيله وبنحطه بصينية الفرن. لدهن الدجاج أنا حطيت شوية مي مع ربع معلقة صفار الزعفران وصفار البيض، ندهنن منيح وبعدين بنحطهم بالفرن ليتحمر وشن. لتحضير الدقوس، هاي الطريقة كتير طيبة وأكيد رح تعتمدوها. محضرة الطعام أو بالخلاط بنضيف حبتين بندورة، حبة فليفلة، حبة بصل، وسن توم، مع إضافة عصير نص ليمونة، نص معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة فلفل، وبنخلطهم منيح. بعدين ضفتلن معلقتين كبار زيت زيتون، وبرجع بخلط. لتحضير رز المندي بطنجرة على النار بنحط ربع كوب زيت نباتي مع حبة بصل مقطعة ناعم، وبنضيف نفس المطيبات اللي ضفناها لسلق الدجاج اللي هي حبة لومي، عود قرفة، ورقتين غار، مع كم كبش قرنفل. أهم شي للمندي القرنفل واللومي هو اللي بيعطيها طعم كتير طيبة، كم حبة هيل وفلفل حب، وأنا ضفت أشلميش، الأشلميش اختياري. شوحتن على النار لدبلت حبة البصل. بعدين بضيف الرز، أنا غسلت كوبين رز كتير منيح، ما في داعي للنقع، رز حبة طويلة. بعدين ضفت عليهم 3 أكواب من مرق الدجاج يكونوا سخنين، وملحت بمعلقة كبيرة من الملح. بغطي الرز وبتركه على نار عالية لتنشف ميته تقريبا ويبقى في شي بسيط. وقتها بهدي النار على أوطى حرارة وبترك الرز يتهدى. ما في داعي لإضافة أي نوع بهار للمندي، المندي طيابته بالتدخين المظبوط. هلأ بعد ما استوى الرز تماما ونشفت ميته، أهم شي لتلوين الرز لازم تكون مية الرز ناشفة تماما، لأنه إذا في مي ما رح تطلع الألوان ظابطة. ضفت للتلوين ربع معلقة صغيرة من صفار البيض مع شوية مي، وربع معلقة صغيرة من صفار الزعفران مع شوية مي. وحطيت الدجاج لدخنهم سوا، وحطيت قصديرة وأنا كنت محمية فحمتين كتير منيح على النار، حطيتهم بالقصديرة لحتى فحم الدجاج مع الرز. وضفتلن شوية زيت نباتي. أول ما تطلع الدخنة لازم نسكر الطنجرة منيح ونغطيها ببشكير مشان الدخنة ما تطلع ويتدخن الرز والدجاج مظبوط. نطرت 5 دقايق، بعدين شلت القصديرة وشلت الدجاج مشان قلب الرز وشوف كيف رح تطلع الألوان. هلأ هيك الرز صار معنا جاهز ومدخن ولا أروع. شوفوا كيف كل حبة بحبتها والألوان ما اختلطت، لأنه الرز مثل ما قلتلكم كان ناشف. الألوان طلعت كتير حلوة وبتاخد العقل، والريحة ما بحكيلكن قديشها حلوة. عن جد المنظر لحاله بيحكي. يا ريت إذا عجبتكن الوصفة ما تنسوا تشتركوا بالقناة
وتفعلوا زر الجرس لتصلكن كل وصفاتي، وتحطولي لايك وتعليق حلو مثلكن عن شو الوصفة اللي بتحبوا أعملكن إياها المرة الجاي. أنا هون زينته بكاجو أو المكسرات حسب الرغبة. أنا عملت حده سلطة ولبن بنعناع والدقوس. هاي طريقة التقديم، عن جد شي بشهي والريحة خيال، والدجاج مستوي ومدخن، عن جد طعمة رهيبة، وألف صحة وهنا.